ابن صاحبتي سنن وانا ابني لسه. بنت خالتي مشيت وانا ابني لسه. اما بقى بنت ابن عمتي اتكلمت وانا ابني لسه. اعمل ايه؟ انا هقولك. انا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم فعرفتي تربي. ممكن كفايه مقارنه وما تضغطيش على نفسك؟ غصب عننا بنقارن ولادنا بولاد غيرنا، وده اكبر غلط. خطوات تطور طفلك هتتابعيها مع دكتور، وهو هيوجهك. لو في تاخر هيقولك انت محتاجه تساعديه بايه. غير كده اقفلي ودنك تماما عن اي انتقادات او مقارنات. جايز توجعك كلمه ولا كلمتين من اقرب الناس ليكي، بس صدقيني هتكون بحسن نيه. ما تزعليش وما تتأثريش، لأنك لو اتأثرتي وزعلتي هتكتئبي، وهتخرجي زعلك للأسف في جوزك أو ابنك، وهتخش كده في دايلاما إحنا في غنى عنها. والأهم من كل ده إنك لما تكتئبي من كلام الناس مش هيكون عندك أصلا طاقة تساعدي بيها طفلك. هو ملوش ذنب، لكن كل ما هنالك ادي لكل حاجة وقتها وهتحصل. طفلك هيعمل كل حاجة لما يكون بجد مستعد، حتى لو اتأخر شوية. هتلاقي في أول تعليق لينك لبلاي ليست عن علامات التأخر، ممكن تساعدك وتقولك تعملي إيه.